وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ كثيرا ما يأتي بأحاديث ضعيفة أو لا تصح، يعني تتبعت له كثير من الأحاديث لا تصح، ولكن الحديث الذي ذكروا أن صلاة الضحى تغني عن 360 صدقة هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. ولكن في الغالب ما يأتي بأحاديث لا تصح ويستشهد بأحاديث لا تصح، وأيضا يأتي بمعلومات لا تصح. فلذلك صلاة الضحى هي نفسها صلاة الشروق وتسمى صلاة الأوابين، وأقلها ركعتين ولا حد لأعلاها، ويبدأ وقتها من بعد شروق الشمس بقدر رمح، أي بقدر تقريبا ربع ساعة، إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا. هذا كل وقت صلاة الضحى أو صلاة الشروق أو الإشراق أو صلاة الأوابين. وأيضا أفضل أوقاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترمض الفصال، أي فصال الإبل، عندما ترمض فصال الإبل، أي خفاف أبناء الإبل الصغيرة لا تتحمل حرارة الشمس. عندما تبدأ حرارة الشمس بالزيادة فحينها لا تتحمل أخفاف أبناء الإبل هذه الحرارة، فهذا أفضل وقت لها، أفضل وقت، ولكن قبلها يجوز وبعدها يجوز. فلذلك نقول كلامه على العموم لا يصح، وكلها تسمى صلاة الضحى بإذن الله تعالى. وأيضا هي تغني عن 360 صدقة على كل يصبح على كل سلام من سلام ابن آدم، أي مفصل من مفاصل ابن آدم، والتي هي 360 مفصلا يصبح عليه صدقة. وتغني عن ذلك أو عن تلكم الصدقات صلاة الضحى بقدر تقريبا 360 صدقة لمن صلى ركعتين، ومن صلى أربعا أيضا تكون أكثر وزيادة وثمانية وهكذا، والله تعالى أعلم.